السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض ان شاء الله كوارع، وهنعمل فتة كوارع كده سهلة جدا وحلوة قوي. بصوا شكلها ما شاء الله تحفة، يفتح النفس. وشوية سلطة خضراء. يلا بقى نبتدي مع بعض. هنقول كده بسم الله. اول حاجة هنا انا جايبة فردة كارع بس كبيرة شوية، بسم الله ما شاء الله. هي قسمها لي الجزار في طبقين، فبما ان ولادي ما بياكلوش الكوارع، فانا هعمل بس طبق واحد منها، وهشيل الطبق التاني اعمله مرة تانية. هي ما شاء الله حجمها حلو قوي، كبيرة، فكفاية قوي نص يعني. بص النص مال الطبق اصلا. هي بص نضيفة وزي الفل، بس طبعا احنا لازم نغسلها كويس في البيت. هنجهز لها بقى شوية خضار، بصل وجزر وطماطم وفلفل حامي وتوم. بس بعد ما نغسلها بقى كويس جدا ونعصر عليها الليمون هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب حلة على النار، معلقة سمنة، ونسيب السمنة تسخن كده. اكون شطفت الكوارع مرة تاني بقى بعد عصر الليمون عليها، يعني انا غسلتها كويس، رجعت عصرت الليمون وسبته. بعد كده هشطفها بقى من عصير الليمون وانزل بقى في السمنة بالشكل ده. نديها صدمة كده ونشوحها كويس اهو بالشكل ده كده. انا معلية النار عادي عشان مش عايزاها تنزل مية. وده النص التاني بوريهولكوا وهشيله بقى في الفريزر اهو بالشكل ده. هبتدي اقلبها بقى على الجنب التاني. الاول كده هنزل عليها بثلاث فصوص حبهان، بفتحه، وورق لورا، وابتدي ان انا اقلبها بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل عليها بالخضار اللي انا عاملاه، طماطم وبصل وجزر وفلفل حامي وممكن رومي وشوية توم كده مهروس. هننزل بقى بالتوابل، فلفل اسمر وكمون وكزبرة. هنقلبهم بقى مع بعض كويس، وما بضيفش ملح خالص غير قبل ما تستوي كده ب5 دقايق بس بالظبط، لان الكوارع بتاخد سوا. هسيبها بقى تتشوح كويس كده. كنا انا عملت كوبايه شاي بنعناع كده وشربتها، عبال ما الكوارع بتاعتي تتشوح كده مع الخضار اللي انا حطيته تشويحه كويسه. طبعا حط لها ميه على النار تغلي، لان ما ينفعش تضيفي لها ميه بارده. هنا كانت اتشوحت كده وبقت زي الفل ما شاء الله. بصوا ما نزلتش ميه ولا حاجه، لا عامله صوص كده حلو. هنزل عليها بقى بالميه المغليه، هزود لها بقى شويه ميه مغليه تاني، واسيبها تغلي بقى كويس مع بعض. اول ما تغلي كده كويس هبتدي ان انا هدي النار عليها، وكده يعتبر الكوارع بتاعتي خلصت. كده غليت. ههدي النار بقى واسيبها، والميه السخنه على طول على البوتاجاز علشان كل ما تحتاج اضيف لها ميه سخنه. الميه الساقعه هتخليها تطول قوي في السوا اكتر ما بتطول، يعني هي بتاخد سوا شويه، فلازم بقى نضيف لها ميه سخنه. بصوا شكل الشوربه ما شاء الله تحفه. عبال ما تكمل سوا بقى، هي كده كانت قربت تستوي. عبال ما تكمل سوا هنعمل مع بعض شويه صلصه كده للفته، معلقه سمنه ومعلقه كبيره توم مهروس. بعد ما السمنه تسخن كده هنزل بالثوم واقلبه، بديله تشويحه كده يا دوب لونه بيغير بس، وابتدي انزل عليه بالخل. بتحطي بقى كميه خل مناسبه كده على حسب ما انت عايزه، لان الفته طبعا اساسها الخل يعني. هسيبها بقى الثوم والخل كده يغلوا مع بعض، واول ما يغلوا كويس هاخد منهم معلقتين بس كده بالظبط، انزل بيهم على الكوارع. بتدي بقى طعم حلو قوي للشوربه اهو بالشكل ده. بعد كده انزل بالتوابل، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ومكعب مرقه، وانزل بعصير الطماطم. هنقلها بقى على عين تانية عالية، وابتدي ان انا اشوح العيش. انا محمصاه في الفرن بس هشوحه كده بحتة سمنة. وهنا كانت الكوارع استوت، نزلت عليها بالملح ظبطتها، وهتسيبها بقى تاخد غلوة وخلاص كده هتكون جاهزة معايا. عملت بقى شوية سلطة خضراء، وطلعت شوية مخلل. نزلت على العيش كده بشوية صلصة فتة من اللي انا عملتها،
اتسبكت طبعا كويس، بتدي طعم بقى للعيش حلو جدا. الصلصة كده لما بتضيفيها على العيش بتطعميه. بعد كده هنزل بالعيش في طبق التقديم بالشكل ده. بصوا شكل العيش ما شاء الله يفتح النفس اهو. بعد كده بقى كنت عاملة رز ابيض عاملاه بشوربة الكوارع. تمام. هجيب بقى الرز اللي انا عاملاه وانزل بقى على العيش كده اغطيه بالشكل ده. الرز طبعا معمول بالشوربة كده طعمه وريحته حلوة جدا. جربوا طريقة الكوارع ده هتعجبكم ان شاء الله. طريقة الفتة اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. اهو بالشكل ده كده كانت الصلصة بقى عندي جاهزة. هضيف كده على الوش، بحط كده على الوش كده بسيط، وباخد شوية بقى في طبق كده جانبي لو حد حابب يزود بيزود بالشكل ده. في ثواني كده كان عندنا احلى طبق فتة. جهزت بقى السلطة، حطيت لها ليمون وملح وشوية فلفل اسمر وشوية كمون، وهبتدي بقى اغرف الكوارع اهو بالشكل ده. بصوا شوربتها ما شاء الله تحفة. هغرفها بقى في الطبق ده. تبتدي بقى ان انت تصفي الشوربة دي. انا بقيت اغرف كده بالكبشة دي بالراحة كده من غير ما اخد بقى الخضار ده يعني. تقدري ان انت تصفيه باي مصفى. وكده كان الغدا بتاعنا جاهز. اتمنى يعجبكم، تشجعوني بكومنت حلو، وتقولوا رأيكم بقى في الفيديو النهاردة، وقولوا رأيكم في الاكل. بصوا شكله ما شاء الله يفتح النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.